بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. هذه القصة حدثت في بلجيكا. نعم. هذا واحد كويتي يقول عام 2009 1430 هجري، يقول كنت في بلجيكا، وكان الرجل هذا يقول أنا يعني بعيد عن الصلاة وقريب من المحرمات، عاصي بهذا المنطق. اللي يذكر القصة خلف بن مديخر الهذلي، قصة جميلة جدا ولها روح. يقول فيها قلعة أو هضبة في بلجيكا بنطلع لها، وكان في اشتراك ندفعه لإحدى الشركات بحيث أنها تأخذنا جروبات 18-20 شخص ونطلع الهضبة هذه. وكنت أنا مشترك في الطلوع لهذه الهضبة. كان لهم شرط من الساعة 8 إلى 3 العصر تمشي، 3 العصر تجيك سيارة تعطيك خيمتك وتعطيك غذائك وأكلك إلين 8 بكرة الصبح، تأخذ الخيام ترجع، ولكم وقت معين تصلون فيه، اللجنة تحدده. لو تتأخرون وما عندك مبرر للتأخير تخرج من هالمشوار هذا أو من الطلعة وفلوسك تروح عليك. فيقول أنا فرحان، وأحد الشروط اللي أنا كاتب لهم إذا في خمر يعطى في هذه الرحلة أنا بموافق. أهم شيء عندي هو يقوله، شارط هو الشخص الوحيد المسلم من 18. سبحان الله. يقول معنا يهود ومعنا ملحدين ومعنا من جميع بوذيين، أنا الوحيد المسلم. يقول أول يوم مشينا تعرفت على شخص بلجيكي اسمه لوكاس، ولوكاس هذا جايب معه مرة، ما أدري زوجته ما أدري خطيبته ما أدري وش، لكن ما عندنا مرة، كل شيء مباح. يقول يوم جينا اليوم الأول الساعة 8 وقفنا إلا الباص جاي ويعطي كل واحد خيمته ويعطي كل واحد أغراضه، والله يعزكم ويعطيهم هالخمر هذا. يوم جاء عندي هذا اللي يعطينا الخمر، حنا صافين على كراسي، قال هذا مسلم، يقول هو يعطيني قارورة الخمر. التفت علي لوكاس قال أنت مسلم؟ قال إيه. أنت تشرب؟ قلت لا، هو أعطاني إياه بالغلط، جاتني الحمية ولا إيه. يقول أنا ما عاد أبي أصف الإسلام بالخمر. قلت لا 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 هذا جايبه بالغلط. قال لا هو مسلم طالب خمر. قال لا أنا ما طلب. يقول كذبت نفسي. يقول لوكاس قام يراقبني وشوف هذا، يقول مو هو بعشان اني انا بهتدي ولا لا، بس حمية للاسلام اني ما اشرب خمر. نعم. يقول له والله معنا ذا المغرب، يقول واطلع اتوضا واصلي. قال شو تسوي انت؟ قال حنا نصلي، انا مسلم. يقولوا كل عمل صالح اعزوه للاسلام. يقول يوم جاء اليوم الثاني ويجيبون على قولة القايل قسمتي من هالامر هذا واركنه على جنب، واشوف هالقوارير تبدي تحسر، بس اني حميته فالاسلام، ما هو بشجاعه ولا هو يعني طراخه. يقول بديت اصلي ابى اظهر الاسلام. يقول انا حسيت اني خليفه للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه امثلهم في 18 سنه، وان علي واجب. هذا كويتي يتكلم الكلام هذا يعني حقيقه. يقول مشينا اليوم الاول، مشينا اليوم الثاني، احد الايام الثالث او الرابع، يقول جانا برد شديد، ولوكاس هذا تاجر وغني هو خويته ذي، يقول قاعدين وله بردان يتنافض. يقول وانا افسخ الجاكيت حقي، علي جاكيت غالي الثمن، يقول حتى انا بخير. يقول والبسه البلجيكي. قال تلبسني في هالبرد وانت يضرب كل برد، وش السبب؟ قال اسلامنا يقول لنا ساعدوا الاخرين، انا مسلم وكل عمل. يقول يوم جاء اليوم الثاني يقولوا يطيح معنا رجال، ما ادري هو انعضت رجله او جاه مثل ما هذا وقوم معضده، ما اعرفه، الظاهر بوذي هندي. يقولوا قال لوكاس انت شو تساعد الرجال؟ قال انا مسلم لازم اساعد الرجال، هذا دافع عني فلوس لازم اوصله للهضبه اسمها دارين او دارين الهضبه هذه. يقولوا كل عمل صالح اعزوه. انا خيمتي جنب خيمه لوكاس هذا هو زوجته مدري. يقولوا انا داخل الخيمه اسمعهم تقول له رح جيب لي غرض من العزبه. قال والله ماني بطالع في هالبرد. يقول له لوكاس برد يقص العظم. قالت يقولوا يتهاوشون اسمعهم ما في قماش. يقول انا حان صلاه ما ادري المغرب ولا شيء، يقول واطلع واتوضا واصلي. يقول هو يفتح السحاب يناظرني. قال يا، يقول ما اعطاني اسمه، قال يا مسلم؟ قال نعم. قال انت تحب ربك اكثر ما احب انا مارتين، خويته اسمها مارتين. الله. قال ليش؟ قال هي طلبت اجيب لها غرض منا وانت طالع في هالبرد توضا وتصلي لله في هالبرد، اكيد انك تحب ربك. قلت انا مسلم.
يقولوا طول الطريق أنا مسلم، أنا مدري إيش، أساعد الناس اللي محتاج، باقي ذهاب يعطي. يقول الحقيقة استشعرت مسؤولية إني فعلا مسلم، وهل اللي هزبني سواق الباص أنا عزوله السبب الرئيسي اللي خلاني، هو كأنه يتحداني. هذا مسلم. فيقول خلق فيني شخص مختلف تماما. يقول يوم جاء آخر يوم لحنا تعابة، المفروض ناصل الساعة الفلانية عند خط النهاية. الحقيقة نحنا تأخرنا، كلنا اتفقنا نتأخر، وإذا قالوا سبب تأخيركم بنتفقنا على عذر معين، كلهم اتفقوا. جاء الأول قال أنتم تأخرتوا خلاص، يعني بتطلعون من نحنا نعطيكم شهادة الوصول للقمة هذه. كلهم قال أعطوه سبب كاذب، كلهم كذبوا إلا أنا. يوم جيت قالوا سبب تأخيرك، قلت والله قاعد تشرب عصير وأرتاح. قالوا هذا خارج عن النظام. قالوا والله هذا تبون مني وأكمل، كملت، تعطوني شهادة ولا ماني بكاذب عليكم. قام لوكاس جونا غزلي، قال يا مجنون، لو قلت لهم اني صار كذا ولا صار كذا قبلوا عذرك، انت الحين مشيت 8 أيام ما بقى الا هالدقائق هذه يعني. قال انا مسلم ما اكذب، والله سبحانه وتعالى حثنا نحن. يقول كل شيء اعزوه الى الاسلام. يقول وانا وياه الحقيقه في كل هالكلام قاموا اخرجوني من مسابقه وانا في مر ما يعلم فيه الا الله، ولكن ابي استشعر مسؤوليتي في موضوع الاسلام. سبحان. يقول انت رجعت انا لبلجيكا، ولو كاس راح ويا زوجته، ترى اخذ رقمي وخذت رقمه، ولكن قعدنا 9 سنوات ما نعرف بعض. انا رجعت الكويت وهو في بلجيكا. بعد 9 سنوات يجي لي اتصال من دوله اجنبيه. الو السلام عليكم، انت فلان؟ قال ايه. قال انا لوكاس. يقول لي سيتك. قلت من لوكاس؟ قال انا فتحت النوتة عندي ولقيت اسمك مسلم لا يكذب واتصلت عليك. قال وين عرفتني؟ قال أنا اللي في بلجيكا ومشيت انا وياك لين وصلنا الهضبه وانت اللي كيف حالك؟ قال انا الزم عليك تجيني في بلجيكا في وارفين او قريه اسمها وارفين او ورفين. قال ابن الحاوين وانا بلجيكا. يقول يصر علي، يقول وانا يصير عندي اجازه، قلت خلنا نروح بلجيكا ونشوف اخبارها. يقول اسافر واجي بلجيكا واجي للقريه هذه. يقول ومعه بالتلفون لين ده يوم جوت ذاك الدكان وادخل على الرجال. قلت وين لوكاس؟ اقول هالرجال اللي قاعد. قال انا لوكاس. ما عرفتني؟ ضاع اسمه مبارك. يا مبارك ما عرفتني؟ قال لا ما عرفت. لا لحيه ما شاء الله وعليه قلوسوة المسلمين. قلت ما انت لوكاس؟ قال لي انا لوكاس سابقا، الان عمر. شلون؟ قال انا اسلم وانت السبب، وزوجتي مارتين تزوجتها واسلمت، وعندنا ابناء كلهم مسلمين، وفاتحين مدرسه تحفيظ في هذه القريه نعلم الاسلام والمسلمين. الله يقول يوم قالها، يقول وانا اسجد سجود شكر لله سبحانه وتعالى ان كان سبب. يقول ما رايت الا ذاك تحداني وكانه يعادي الاسلام، هذا مسلم ويشرب باستهتار. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول في القرآن الكريم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لا يظن الإنسان وهو في عز معصيته أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهديه. الآن عندنا إكسبو جاي، وعندنا كأس العالم جاي، وبيجونا سياح وبيجونا ناس من كل أنحاء العالم، بل إن بلدنا الآن ولله الحمد منفتحة. أول الدعاء كانوا يسافرون في أدغال أفريقيا ويروحون يدعون، الآن الدعوة عندك. الآن بإمكانك تقابل شخص، يا سكيورتي يا موظف يا شخص في ملعب ولا في مكان تشوف لك أجنبي تتعامل معه بمعاملة الإسلام، يدخله ربي الإسلام بسببك، والله خير لك من حمر النعم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن احنا نتلمس مثل هالأمور. بيجونا ملايين، بيجونا ناس، بلدنا الحمد والشكر لله منفتحة العالم كلها بتجينا، بيقابلونا. يعني بيجيك في في بيتك، بيجيك في شارعك، بيجيك في سيارتك، بيجيك عند عملك ويتكلم معك. مثل الإسلام خير تمثيل. خليك وانا أخوك عضو صالح، خليك إنسان أنت ترسل رسالة له بكلامك، لا تقول له أسلم ولا تقول له شيء، لكن مثل الإسلام مثل الدين. والله العظيم ينعكس عليك وعلى أخلاقك يا أخوان. ترى الأمر بسيط جدا، وحنا يعني نشوف شباب كثير يسافرون. حاول قدر المستطاع انك يعني تقدم الاسلام باجمل ما يكون. ربما الله يهدي على يدك ناس ضالين، ناس ضايعين، ناس تايهين. والله العظيم ان الله يفتح لك ابواب. هذا الرجل، هذه القصه اللي انا اقولها لكم قصه بسيطه جدا لكن فيها عبر كبيره. رجل تعامل بما ينبغي عليه ان يتعامل مع الناس، والله سبحانه وتعالى وفقنا. تفتح مدرسه لتحفيظ القران في بلجيكا في اوروبا بسبب تعامله.
اسال الله العلي العظيم بينفع بها القصه وجزاكم الله عني كل خير. امين. الله يجزاك خير ويكتب اجرك ابو عبد العزيز، وشكرا على هالرساله القيمه والغاليه اللي